عاجل القبض على أخطر عصابة للسيارات في المغرب. لنشاهد التفاصيل، ولكن قبل أن نبدأ اضغط إعجاب للفيديو واشترك في القناة وفعل الجرس ليصلك كل جديد. تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بمدينة الناظور بالتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني صباح السبت من توقيف 16 شخصا ينشطون ضمن شبكة إجرامية متورطة في الإتجار الدولي في السيارات المسروقة والتزوير واستعماله. وأوضحت المصادر أن تنفيذ هذه العملية الأمنية تم بمجموعة من المناطق القروية بضواحي مدن الناظور والدريوش وابن طيب، حيث أسفرت عن ضبط المشتبه فيهم الذين يشبه في تورطهم في تزوير الوثائق القانونية والصفائح المعدنية للأرقام التسلسلية ولوحات ترقيم السيارات وتصريفها بشكل غير قانوني لحساب شبكات إجرامية. وأضافت المصادر ذاتها أن عملية التفتيش المنجزة بداخل مستودعات يستغلها المشتبه فيهم مكنت من حجز 69 سيارة، فضلا عن حجز لوحات ترقيمية مزورة و220 محركا، بالإضافة إلى قطع غيار ومفاتيح ووثائق وصفائح لمصنعي السيارات. ومكنت عملية التفتيش أيضا من حجز 3 بندقيات للصيد و33 عيارا ناريا ومجموعة من الحواسيب والهواتف المحمولة، علاوة على معدات لتخزين المعطيات الرقمية وأجهزة للطباعة ومعدات لتزوير لوحات السيارات، ومبالغ مالية بالعملة الوطنية والأجنبية يشبه في كونها من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.